بنهار منعطش وهيدا الشيء كتير غلط، لأنه وقت نحن نوصل لمرحلة العطش يعني جسمنا وصل لمرحلة الجفاف. شو يعني جفاف؟ نحن 60% من جسمنا مؤلف من المي، فتخيلوا وقت نوصل للجفاف يعني بلشت هالنسبة تختلف، وهيدا الشيء كتير غلط ورح يأثر سلبيا على كل شغل جسمنا. ليش لازم نشرب 8 كوبايات مي مينيموم بالنهار؟ لأنه رح يعطونا نشاط، طاقة وحيوية خلال نهارنا، رح يحسن الدورة الدموية والدم، رح يساعدنا لنحل مشاكل المعدة تبعنا وحتى ما نوصل للسرطان والمثران أكيد، وكمان رح يساعدنا لحتى نكب كل السموم من جسمنا. فبليز كلكم اشربوا مي، مع انه بتعرفوا بس على طول بننسى كلنا.